وضعية هذه المجموعة الثالثة، حيث بات منتخب تونس في صدارتها برصيد 3 نقاط إلى جانب نيجيريا، لكن بأفضلية تسجيل هدف أكثر في مرمى أوغندا بعد أن فازت تونس على أوغندا ب3 أهداف لهدف، وفازت نيجيريا على تنزانيا بهدفين لهدف واحد. تونس في الصدارة، نيجيريا، تنزانيا، أوغندا دون نقاط لكليهما. أهلا بكم مرة أخرى. بعد الهدف الثاني قلت جيبوا السنغال، بعد الهدف الثالث قلت جيبوا الأرجنتين. مبروك فوز كابتن. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يحق لك تفرح لأن أداء ممتاز صراحة، وكان يمكن لتونس أن تفوز بأكثر من الأهداف الثلاث. ومبروك لمنتخبنا هذا الانتصار. اعتقد أن هذا الانتصار من بعد فترة طويلة لا يعجزنا أن ننتصر في المباراة الأولى. كان الضغط كبير خاصة بعد البداية للعديد من المنتخبات اللي كانت الأقل ظهرت بشكل جيد، فكان أكيد التخوف كيف سيظهر منتخبنا، لكن ظهر بشكل إيجابي. الشوط الأول استطعنا نسجل يعني الهدف الأول عن طريق يعني السخيري اللي كان من ركائز الفريق، وقدم أداء أكثر من ممتاز على مستوى بناء الهجمة ومنح التوازن للفريق في وسط الميدان. ثم يأتي الهدف الثاني حقيقة لما نتكلم على دور علي العابدي اللي كان إيجابي في الشوط الأول، يمكن في أول صعود ليه بالشكل الجيد استطاع أن يعطي اسيست للعاشوري سجل الهدف الثاني، وكان هو خلف الهدف الثالث. اكيد يعني علي العابدي نحن نعرف امكانياته وما يقدمه مع نيس. هذا اللاعب تطور، وان كان تقدم قليلا في السنه، صنع هدف من كره كانت تقريبا منتهيه. وبالرمضان كذلك، عندي فتره لم اشاهد بالرمضان بهذا المستوى الحيوي على المستوى الدخول، وكان ايجابي للفريق على المستوى الصناعه، على مستوى افتكاك الكره، العوده، مقارنه شاهدناها في كاس العربيه هنا في قطر كان اقل بشكل كبير. ونحن نعلم جيدا انه لا يلعب اساسي في الاهلي خاصه في الفتره الاخيره، ولذلك اثر على مستواه. يمكن الهدف السلبيه الوحيده عدم الخروج بشباك نظيف، لهذه السلبيه الوحيده، لكن اكيد انه يقع في التسديده يعني ديفليكشن مع المدافع. الجيد هذا الانتصار، 3 أهداف تسجيل، كنا قادرين نسجل اهداف اخرى. شددنا المدرب ان قام بالعديد من التغييرات. اعتقد يمكن المباراه القادمه سيتم تغيير تكتيكي، اظن يمكن لانه يعني سنواجه فريق يلعب بمهاجمين نيجيريا. على كل حال الانتصار هذا يعطي معنويات ايجابيه في الفريق، ويعطي امال لما قادم، واكيد ندخل البطوله بمعنويات مرتفعه في انتصار اول. ثم لازم نعلم انه هذا مجرد انتصار، مجرد 3 نقاط، ولا يزال الاصعب مازال قادم. سنواجه نيجيريا، الفريق المدجج بالنجوم، لديه امكانيات كبيره، وسامي الاطار الفني يعلم جيدا، ونعلم قيمة الدخول في المباراة وقيمة المواصلة في تحقيق النتائج الإيجابية، كي ترسل رسائل لخصومك أنك قادم من أجل المنافسة، أنك قادم من أجل أن تقدم شيء إيجابي. وأتمنى أن نتواصل وإسعاد الجماهير اللي كانت حاضرة في كثافة. تعالوا نشاهد فرحة الجماهير التونسية التي غادرت قبل لحظات ملعب المباراة الأولمبي هناك في الرباط. تابعنا معكم إذن جزء من فرحة الجماهير التونسية التي ذهبت إلى الرباط لتحية وتشجيع المنتخب التونسي في هذه المباراة. يوسف حاتم يقول يجب أن لا نبالغ في الاحتفال بالفرحة، قبل شوي يقول لك جيبوا لنا الأرجنتين. حيرنا حاتم. قلنا لي البرازيل خلاص بعدين قال جيبوا نيمار أصلا مش منتخب برازيل. اولا نبارك لحاتم والكريم فوز منتخب تونس، مبروك للمنتخب التونسي والجمهور التونسي، الشعب التونسي كذلك. دائما المباريات الاولى تكون مهمه بالنسبه للمنتخب التونسي، قدم مباراه كبيره اليوم صراحه. يعني من البدايه كانت بدايته جيده، احراز الهدف مبكر، حرر اللاعبين اكثر، شاهدنا فرص كثيره، شاهدنا فريق سيطر على وسط الملعب. انا في اعتقادي هانبال، انا بالنسبه لي هانبال اليوم افضل لاعب في المباراه. حنبال انت حرف الحاء عندك طايح من الكيبورد ولا ما تنطقش. كان مميز اليوم، وكان وراك تقريبا كل الاهداف، وكان مميز في عمليه. اول شيء هو اللي كان متحكم اكثر في الايقاع، كان كذلك اللاعب المايسترو للفريق، كل كرات تمر عبر رجل هذا اللاعب اللي انا في اعتقادي تطور بشكل كبير، خصوصا عندما انتقل الى الدوري الانجليزي وبدا يلعب بشكل اساسي، خصوصا هذا الموسم مع بيرلي. والاهداف اللي اتت دائما كما قلنا الاطراف اليوم
لا اللاعب فاليري ولا العبدي قدموا مباراه كبيره اليوم خصوصا في يمكن اختيار جائزه افضل لاعب يوسف امر صعب بين العاشوري وحنا بعد. هي قدموا مباراه كبيره. هي العاشوري سجل هدفين طبعا، هي ستمنح للعاشوري، لكن انا بالنسبه لي، انا قلت لك بالنسبه لي انا حنبر هو كان افضل لاعب. دخول برمضان كذلك الجهه اليسرى اعطى اضافه اكثر، تحس ان اللاعب يريد استرجاع مكانته ويكون لاعب اساسي، وهذا شيء مهم. وهذا الروح هذه بالعكس انا نشوفها ايجابيه بالنسبه داخله في المنتخب التونسي، يعني كل لاعب يريد، وهذا مهم بالنسبه حتى للمدرب في عمليه الاختيارات ديالو. الان اصبح عنده لاعبين كلهم يريدون اللاعب، وهذا ليس بالعيب، لكن دائما اختيارات المدرب تكون موافقه في تغييرات. قلت المنطقي اعطاء الجزء لعاشوري، عاشوري فاز بجائزه افضل لاعب طبعا. عاشوري لانه سجل هدفين وايضا قدم مباراه كبيره. نعم قدم مباراه كبيره ولاعب مهم ولاعب مهاجم، رغم انه لو شفناه في الجهه اليسرى كان يكون افضل. صحيح. شفناه في الجهه اليوم رغم بس يحسب له انه لعب في المركز غير مفضل وقدم مباراه كبيره وسجل هدفين. طبعا انا اظن هذه ايجابيات كذلك المنتخب التونسي، 3 أهداف، 3 نقاط مهمه جدا. والان كما قلت الاستعداد للمباراه المقبله تكون مباراه مهمه بالنسبه له، هي اللي حسم التاهل. كل مدرب يريد حسم التاهل في المباراه الثانيه. صحيح. لانه اول شيء يعطي فرصه للاعبين الاخرين، يريح اللاعبين، تدوير اللاعبين وتجهيز لما هو قادم ولما هو مهم، وهو دور خروج المغلوب. تستمر العاشوري افضل لاعب في هذه المباراه، صاحب الثنائيه لتونس في هذه المباراه، متحدثا لنافع بن عاشور بعد نهايه اللقاء. نافع. رجل المباراة بثنائية في مباراة الليلة، لذا يمكن أن نقول بأنه كان انتصارا جميلا ومستحقا كذلك، مع المستوى مع الإقناع رغم الظروف المناخية الصعبة نوعا ما، لكن الإرادة كانت واضحة على اللاعبين. نعم أنا سعيد جدا وفخور كذلك بمستوى فريقي. الظروف لم تكن في أفضل حالاتها نظرا للأمطار، ولكننا تأقلمنا وأنا فخور جدا لأننا أتممنا المهمة. لسوء الحظ قبلنا هدفا في نهاية المباراة، ولكن كما قلت بالنسبة للبقية أنا فخور جدا بالمستوى، وكنا نرغب فعلا أن نبدأ هذه المنافسة كما يجب، وهذا أمر قد تم الآن. علينا أن نركز على المباراة القادمة، تركيز على المباراة القادمة. الخصم هو نيجيريا، خصم قوي، معيار ثقيل جدا، ولكن دعنا نتحدث عن مستواك الشخصي الليلة. ثنائية في المباراة الأولى في كأس أفريقيا، هذا إيجابي، يعطي طاقة جيدة لك شخصيا وللمجموعة. نعم أنا سعيد شخصيا لأنني أعرف بأن هذا سيسهل المأمورية. نعم أول ثنائية صحيح مع المنتخب فعلا. أنا سعيد جدا لأن الأمر لم يكن سهلا دائما بالنسبة لي مع المنتخب، لذا اليوم أنا فخور جدا بهذا المستوى، ولكنني سعيد أنني ساعدت فريقي على الدخول كما يجب في المنافسة، لأن هذا هو الأهم. الجماهير التونسية كذلك اليوم كانت بأعداد غفيرة تحت الأمطار، لذا يستحقون التحية أو تحية كبيرة فعلا. نعم جماهير استثنائية كالعادة. وأنا أتذكر كذلك المباراة الودية الأخيرة التي لعبناها أمام البرازيل، كانوا رائعين كجماهير. نحن نحارب من أجلهم، من أجل شعبنا، نحن في مهمة هنا وأتمنى أن نحققها. شكرا لك إلياس العاشوري رجل المباراة وصاحب الثنائية. شكرا لنافع الذي حاور العاشوري افضل لاعب في هذه المباراه، صاحب الثنائيه والذي قدم مباراه كبيره. واحيانا كريم الحسم وتسجيل الاهداف في مثل هذه المباريات مهم، وشاهدنا كيف عانت نيجيريا والمغرب ومصر من اضاعه الكثير من الفرص. صحيح، هو من مده لم نشاهد المنتخب التونسي يسجل اكثر من هدف او هدفين، 3 أهداف في مباراه افتتاحيه. اعتقد انها مهمه جدا لكسب ثقه لمواصله المشوار. نشوف في المنتخبات اللي لعبت المباراه الاولى كانت عندها صعوبات كبيره في تسجيل الاهداف ضد التكتلات الدفاعيه، ضد منتخبات تطورت على مستوى التكتيك، على مستوى التعامل مع الهجمات او المنتخبات القويه. المنتخب التونسي قدم مباراه ممتازه جدا، مردود مقنع تقريبا لجل اللاعبين، لكن خلينا نتكلم اكثر على الشأن الدفاعي. حقيقة مرة أخرى المنتخب التونسي يكون مردود دفاعي محترم جدا، تنظيم دفاعي جيد جدا، في توازن. أعتقد كابتن أنه نجم المباراة كان خط الوسط في تونس، قدم مباراة كبيرة. صحيح وسط الميدان هو الفريق، أنا تكلمت قلت الفريق ككل قدم مباراة مردود مقنع وجيد جدا. حقيقة لما نسجل 3 أهداف
لما نصنع الكم الهائل من الفرص، وخاصة لما نقبل يعني حتى الفرص، حتى الهدف يعني الأخير كان في ضد مجرى اللاعب، لم نرى حقيقة فرص كبيرة من المنتخب الأوغندي. أعتقد أنه المنتخب كان متوازنا، اللاعبين قاموا بدورهم كما يجب، المدرب يعني كانت اختياراته صايبة سامي طرابلسي بعد الموجة الأخيرة من الانتقادات. أعتقد أنه عنده يعني يمس اللاعبين، عنده تأثير، ورينا الرياكشن نتاع اللاعبين يعني في أول مباراة كانت ممتازة جدا. التغييرات كانت لدى في مكانها، تكلمنا على بن رمضان معناتها دخوله كان ممتاز. تغيير شوات يعني في اول الشوط، مش كل مدرب ممكن ياخذ الاختيار هذا، ممكن يعطي اكثر 15 20 دقيقه لاعب، لكن مهاجمين من نفس الكواليتي من نفس يعني القيمه يعطى شوط لشوات، لانه راح نستحقوه اللاعب هذا في الدوره. الصراحه المطلوب اثنين مهاجمين اكثر من اللي شاهدنا مباراه اليوم. يمكن السبيل الوحيده راس الحربه في مباراه اليوم، ما شاهدنا خطيره مع تألق خط الوسط اللي اشدنا فيه كثير. اي صحيح، ولكن في المباراه كما تكلم حاتم في اول يعني في الشوط الاول يعني نعرفوا اللاعب المستوري والامكانيات اللي عنده في ملعب، يعني في امطار في كذا، كانت صعبه عليه المباراه. يمكن في بروفيل اخر في مباراه اخرى كان ينجم يكون اكثر يعني خطوره، وشفناه ضد المنتخب البرازيلي ضد مدافعين كبار سجل هدف وكان ممتاز جدا. اعتقد ان الشوات لديه من الامكانيات ممكن يفيدنا في المباريات القادمه ضد المنتخب النيجيري او في المباراه الثالثه ضد تنزانيا، لكن توا التركيز هو تام على مباراه نيجيريا. اعتقد انه مباراه يعني لا تقل صعوبه على المباراه الاولى، لكن بامكانيات ومنافس مختلف جدا، عنده اسامي كبيره، عنده امكانيات كبيره. واعتقد ان المنتخب النيجيري سيكون، وتكلمت انا وحاتم في الاوف، سيكون مختلف، لانه اللاعب ضد تونس ما هوش ضد تنزانيا، يعني التحفيز يكون اكثر، التركيز يكون اكثر، ولما يكون لاعب نيجيري، لما يكون اوسيمان يلعب اكثر تركيز اكيد يكون اخطر. أشاد كريم كثيرا بالسيد سامي طرابلسي مدرب منتخب تونسي وتعامله مع هذه المباراة. دعونا نستمع الآن إلى تصريحاته بعد الفوز الأول لتونس في هذه البطولة. مرحبا بكم من جديد، نواصل رصد الفرحة التونسية بعد الفوز وفك عقدة 5 مشاركات متتالية في كأس أفريقيا بدون فوز. آخر فوز كان للمدرب الذي بجانب سامي طرابلسي ضد الجزائر في 2013. تونس انتظرت لغاية عودة سامي طرابلسي لفك العقدة، يعني كانوا جابوك سامي وفكوها عقدة المباراة الافتتاحية. هذا على سبيل الدعابة، ألف مبروك. يعني شفنا تركيز كبير سامي، لأنه الكل كان يتحدث على ضرورة أن المنتخب التونسي يبدأ الكأس الأفريقية كأحسن ما يكون ويفك هذه العقبة، عقبة المباراة الأولى. هو الأكيد الإشكال معناتها كان في التحدي الأول، معناتها دائما التحدي الأول معناتها كيفاش ندخلوا احنا في البطولة مهم ياسر، معناتها الفوز الأول، خصوصا كي شفنا المنتخبات، جل المنتخبات معناتها عانيت شوية في المباريات الأولى الافتتاحية. معناتها نعرفوا في إفريقيا العديد من المنتخبات معناتها تحسنت، المستوى نتاعها تحسن. احنا كنا مركزين، كنا من الدقيقة الأولى عازمين اللي كونا معناتها باش ندخلوا في المباراة، نعرفوا اللي كونه تنجم تتعقد إذا كان ما نماركيوش بكري، لكن الحمد لله معناتها اللاعبين كانوا ممتازين، كانوا مركزين كما يلزم، منضبطين. ثم بعض الفترات اللي صحيح معناتها فقدنا نوعا ما التركيز، ما عملنا حتى شيء. معناتها هذا فوز مهم، بداية مهمة. المباراة الجاية باش تكون أصعب، يلزمنا نفرحوا اليوم وغدوة نرجعوا للمباراة نركزوا في المباراة. أكيد، لأنه هذا الفوز سامي وتعرف يسهل المأمورية، وأيضا يحملكم مسؤولية الآن التأكيد ضد نيجيريا التي فازت أيضا اليوم. تتقاسمون الصدارة مع نيجيريا، ومباراة أخرى ستكون ضد نيجيريا، والأكيد أنه معطيات تكتيكية وفنية أخرى. واليوم ربما سامي طرابلسي راوغت الكل من كان أنه طريقة 3-5-2 اللي اعتمدتها وكانت ناجحة ضد البرازيل وقطر في آخر مباريات كانت نموذجية للمنتخب التونسي، وريت أنك يعني مرن على المستوى التكتيكي وكل منافس تجهز له الخطة اللي تناسبه. هو الحمد لله معناتها نمتلكوا لاعبين في كل المناطق معناتها يخليونا نجموا نتصرفوا على المستوى